يا مساء الخير على الحلوين، على الطعمين، حبايب ماما جولا الشاطرين. بصوا بقى النهارده هنعمل ايه يا جماعه؟ نعمل اكله حلوه قوي قوي مع بعضينا. انا من زمان ما عملتهاش بصراحه. هنعمل حاضر اتفضل. يعني الاول نقول المقدمه بتاعتنا. وبحبك يا بيضه، بحبك يا سمرة، بحبك يا ابيض، بحبك يا اسمر. لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا بحبك، لو قلبي هنا برضو بحبك. النهارده قلنا بقى نعمل ايه؟ رز الصياديه بقى مع ايه؟ مع سمك السلمون. هوريكم طريقه سمك سلمون بالعسل النحل تحفه. مش هتحطي عسل يعني هيبقى طعمه العسل مش باين. هوريك هنعمله ازاي. انا عملته تقريبا مره على القناه، بس الاول بنعمل الرز. خرطنا البصله اهوت، شايفين؟ اهي البصله اهي، وبنقليها نفضل نحمر فيها لما تغمق خالص، وبعدين نحط عليها الميه بتاعتنا. انا طبعا عامله ايه؟ عامله، شوفي انت عامله كام كوبايه رز، شوفي حسب الرز بتاعك ما بياخد الميه، بياخد قد ايه ميه. طبعا انا هقلب تقليه اهوت لحد لما تتحمر خالص، واحس انها مش تتحرق. ما تخافيش، مش هتبقى مره، تبقى غامقه قوي عشان الرز يطلع شكله غامق وحلو. اهو يطلع احمر كده وجميل كده زيك. احنا هنعمل سمك السلمون. هوريك سمك السلمون دوت، بس لما اجهز ميه الرز الاول. ادي واحد، انا عامله 3 كوبايات ونص رز عشان عندي ناس هياكلوا معايا. اهو ادي 2، اهو ادي 3، وادي النص، لان الكوبايه دي كبيره قوي يا جماعه. اها تمام كده. جهزنا ميه الرز، وعندنا الملح، وعندنا الكمون. هتحط له شويه كمون صغيرين للرز. اول ما يتحمر الرز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البصله هنحط له الرز. دلوقتي السمك السلمون اهو يا ولاد. بصوا انا عايزه اوريهم لكم. بصوا اهو سمك السلمون انا بجيبه مقطع قطع كده اهو، شايفين؟ اهو استنى اغير لكم الكاميرا بس شويه. اهو بصوا انا بجيبه مربع، مقطع مربعات كده. سمك السلمون هو غالي شويه بس طعمه ايه تحفه. انا طبعا عارفه شويه ميه بكياس علشان يفك، عشان لسه مطلعاه من الثلاجه، من الفريزر. تمام. وادي الرز اهو. هنعمل الرز لما نيجي نعمل بقى تتحمر بس البصله ونحط عليها الرز. اوريكم هعمل. حبايب قلب ماما جولا، النهارده بقى نعمل السمك السلمون اهوت. بصوا اول حاجه حطينا حته زبده. هتحطي معاها نقطه زيت، انا كاتبه كل حاجه فرق عشان انا بنسى. حته زبده، هتحطي معاها حبه زيت صغيرين عشان الزبده ما تتحرقش. تمام. وبعد كده يا حبايب قلبي في 3 فصوص توم. في 3 فصوص توم اهمت انت طحناهم. وفي عسل، معلقه عسل. هتحطي معلقه عسل نحله اهي. هنحط معلقه العسل النحله لما الزبده تتحمر. بس هنشوف المعلقه فين الاول اهي. بصي هتحطي عليها معلقه عسل نحل، بس تاكدي ان الزبده بقى لونها احمر. بصوا بقى لونها محمر ازاي. هنروح بقى واخدين معلقه عسل نحل من اهو كده اهو، معلقه معلقتين حسب ما تحبي اهو. ما تخافيش من العسل، العسل عمره ما هيحلي الاكل، ما تخافيش اهو. معلقه عسل نحل اهي. استنى علشان في شمع، بحاول ان انا ما اطلعش الشمع معايا يا ولاد اهو. تمام. هتدوبي بقى العسل النحل في قلب شايفين يا ولاد؟ اهو هتدوبي العسل النحل في قلب الزبده والزيت كده اهو، لحد ما تحسي ان العسل ايه ده كله في قلب الزبده والزيت. وبعدين بعد شويه هنروح حاطين عصير الليمون اهو، بتاع ده العصير الليمون. هنروح حاطين التوم يا ولاد ومقلبينه كده اهو ادمجيه كله مع بعضيه. بس وطي خالص، خلي على نار هاديه خالص اهو. خليه على نار هاديه خالص اهو. اما تحسي ريحه التوم طلعت، بصوا اما تحسي ريحه التوم طلعت خالص كده اهو، هتروحي جايبه بقى عصير ليمونه وتروحي حاطه عليه عصير ليمونه اهو. بصوا وتقلبي برضو. لازم الحاجه كلها تندمج مع بعضيها وتحسي بالريحه كده الحلوه الجميله. وتقولي يا ماما العسل على السمك السلمون. عسل على السمك السلمون ولا هيبقى له طعم محلي ولا حاجه. تمام اهو. هنعلي سنه بسيطه، بس تعلي النار بقى سنه بسيطه كده عشان ايه؟
هنبدا نحط السمك بس لما ايه الدنيا تتظبط معانا شويه اهو. انا طبعا عندي السمك يا ولاد اهو رشاه بالملح والفلفل اهو. استنى ما اشوف الفلفل فين عشان انا ما رشيتش فلفل. اين الفلفل؟ اهو الفلفل اهو. انا ما رشيتش فلفل يا ولاد اهو. انا رشاه بالملح ونسيت ارشه بالفلفل اهو. ترشي رشه فلفل بس صغيره كده بسيطه اهو اهو. رشي رشه فلفل بسيطه اهي اهو. ترشي بقى رشه فلفل صغيره كده اهو. تمام اهو. وتبداي بقى تحطي السمك في قلب الطاسه اهو. هنبدا بقى نحط السمك في الطاسه. يا رب تكونوا شايفين الصوره تكون واضحه اهو. هتحطي بقى السمك كده اهو اهو. تحمريه بقى على الجنبين وهقول لك تعملي ايه كمان شويه اهو. جمال السمك السلمون يا ولاد بالعسل جميل. تحاولي تخلي الصوص كده اهو يجي على ما نشيل دي من هنا عشان ايه مداريه على التصوير شويه. بصوا بصوا يا رب تكونوا شايفين يا ولاد. ولا نقله على العين نقله على العين دي تشوفوا اكتر. العين دي تشوفوا فيها اكتر اهو. بصوا هنطفي بقى العين دي. طبعا انا عملت الرز اهو، رز احمر جميل هوريهولكوا دلوقتي اهو. تبداي بقى تحطي الصوص كده على وش السمكه اهو. صوص جميل وطعمه وريحته خرافه. بصوا اهو. اول ما يتحمر من تحت نقلبه الناحيه التانيه برضو ونرششه بالصوص كده اهو. والاخر خالص بقى ايه هوريهولكوا شكله ايه وطعمه ايه ونقول بقى حلو ولا مش حلو كده يعني. بس ان شاء الله هيطلع حلو لا تقلقي. يلا حبايب ماما جولا، عملنا السمك اهوت السلمون وعملنا الرز الصياديه اهو. ايه رايكم؟ يلا تعالوا كلوا معايا. السمك طبعا حطينا له معلقه عسل. اوعي تخافي من العسل هيطلع طعمه جميل ويجنن. جربيه مش هتندمي صدقيني هتدعي وعيالك هيحبوه جدا جدا. ما فيهوش طعم العسل ولا الحلاوه ولا اي حاجه. الثوم والليمون والحاجات دي مضيعين طعم كل حاجه وطعمه جميل جدا. بصوا وادي الرز الاحمر اهو. يلا بالف هنا وشوفها اللي يجي ياكل معايا. ايه رايكم تيجوا تاكلوا معايا اهو. بس انت خلي بالك الزبده لما تتحرق تغيريها. تمام. انا هنا حاطه واحدتين هم فاضلين فهحاول اقلبهم عشان ايه ما يتحرقوش اهو. بصوا اهو. تمام كده. هطلع بقى اكل انا وزوجي نعمل حبه سلطه وناكل ونستناكم تيجوا تاكلوا معانا. ايه رايكم؟ بحبكم كتير. عايزه اللايك عايزه الشير عايزه السبسكرايب زي ما بيقولوا. سيبك انتي انتوا حبايبي. باي باي.